أحب أقول لك إن جدك اللي كان عايش حياة الفلاحين زي ما أنت بتقول، وكانت حياته في الغيط اللي أنت شايف إن هو مش بيواكب عصر التقدم والتكنولوجيا الجميل اللي أنت عايش فيه، كان إنسان مستقر ومرتاح نفسيًا وبيعيش حياة أفضل من اللي أنت عايشها 100 مرة. وعشان أنا عارف إن أنت زمانك بتقول يا عم ريحنا بلاش كلام فاضي، فأنا مش هاطوّل عليك في الكلام وهاثبت لك قد إيه إن جدك ده كان راجل باشا ابن باشا، وحياة الغيط اللي أنت بتتريق عليها ديّة ممكن تكون هي الحل للعك اللي إحنا بقينا فيه دلوقتي. فتابع معانا لنهاية الحلقة. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون. في سلسلة السيولة اللي طرحها العالم والفيلسوف باومان كان بيبين قد إيه إن العصر الحديث بقى بيتسم بالسيولة والميوعة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو ما بقاش ليه قواعد ثابتة ولا أعراف محددة ولا خطوات الإنسان متعود إن هو يمشي عليها. لا، دي الحياة بقت عشوائية وكتير من الحاجات زي ما هو بيقول بقت بلا معنى. وعشان نقرب الدنيا خلينا نقارن بين حياة جدك بتاعة الغيط وحياتك اللي انت عايشها دلوقتي على اساس كلام عمنا باومان. واحدة من ضمن النقط اللي اتكلم عليها باومان كان موضوع العلاقات الاجتماعية. بيقول لنا ان السيولة غزت العلاقات البشرية وبقى فيها شاشة كبيرة بين العلاقات اللي بتربط ما بين الناس، وده لأسباب كتيرة بس من أهمها الحاجة اللي أنت بتحبها بقى تقدم التكنولوجيا. لو بصينا لحياة جدك هتلاقي بالرغم من إن هي علاقة بسيطة ومحدودة لكن كانت علاقة قوية جدًا وصلبة.